يا دكتور الحقينا بأي حاجة تسد الشهية، احنا بقينا ماشيين ناكل، احنا بقينا خايفين على الناس مننا، في حين ان احنا بنشوف ناس مش بيفرق معاها الاكل. ايه الفرق بيننا وبينهم؟ قوللنا على حاجة واحدة بس تسد الشهية. انا مش هقولكوا على حاجة واحدة، انا هقولكوا على 7 حاجات متجربة فعلا في سد الشهية. اول حاجة القهوة مش النسكافيه. تاني حاجة الدهون الصحية زي زيت جوز الهند او ثمرة الافوكادو. افوكادو ايه يا دكتور، انت من ايجيبت ولا ايه؟ لا انا مش من ايجيبت، انا من مصر. بس تمن الثمرة الواحدة زي تمن الكان اللي انت بتجيبها عادي جدا، او علبة البسكوت عادي جدا. بس احنا محتاجين نغير تفكيرنا لاننا مش محتاجين كميات كبيرة. تالت حاجة وهي الشوكولاتة الدارك، وكل ما زادت نسبة الشوكولاتة الدارك هتزيد فعاليتها في سد الشهية. رابع حاجة وهي اضافة الكركم للاكل. خامس حاجة وهي ان احنا نضيف الالياف للاكل زي الخس او الكابوتشي في الفطار والغدا والعشاء. سادس حاجة وهي خل التفاح، واحنا اصلا مش محتاجين منه كمية كبيرة، معلقة على طبق سلطة او على كوباية مية. واخر حاجة هي الرياضة، وفي طريقة غير معروفة هتخليك تتحكم في شهيتك، وهي انك تغذي البكتيريا الحميدة اللي في امعائك. مش بس كده، ده هتخليك كمان تقدر تتحكم في الاغراءات بتاعة الاكل اللي هتواجهها طول اليوم. كمان لازم تاكل كويس جدا، تاكل بروتين ودهون. عارفين الناس اللي اول ما بتعمل دايت مخها بيجيبها كده انا هعمل دايت قاسي، وتفطر مثلا على وجبة خيار، هم بيشبعوا بس ما بيحسوش بحاجة اسمها ساتايتي. البروتين والدهون بيخلوك تحس بالاحساس ده، يعني شبعان وحاسس بالرضا. انما الاكلات اللي ما فيهاش بروتين ودهون مش هتديك الاحساس ده. طب وضح لنا يعني ايه بروتين ودهون؟ يعني مثلا فول ومعاه معلقة زيت زيتون او زيت حار، او بيضة اومليت مع معلقة زبدة بلدي. ولما بقولك ضيف الالياف للوجبة، ما كانش قصدي خالص ان انت تعبي بطنك خس فبالتالي هتشبع. ده الالياف بتقوم بدور اكبر من كده بكتير. الالياف بتبطئ امتصاص سكر الوجبة، فبالتالي ما بترفعش سكر الدم بسرعة، فبالتالي ما بترفعش الانسولين، فانت مش هتحس بالجوع. والرياضة اللي هتساعدك على الشعور بالشبع، لانها بترفع حرارة الجسم وبتقلل هرمون اسمه الجرلين، وده الهرمون المسؤول عن الجوع. وهنا مش بتكلم عن الرياضة العنيفة او المبالغة في الوقت. جرب تمشي نص ساعة كل يوم وقولي ايه الاخبار. وجرب تحسن جودة النوم، لان النوم الكويس بيقلل التوتر وبيقلل الجوع، على عكس الرياضة. قلة النوم بتزود هرمون الجوع اللي اسمه الجرلين، ودي حاجة انت مش هتقدر تتحكم فيها. طب يا دكتور احنا ما بننامش كويس، مش عارفين ننام. جرب تقلل عدد مرات الكافيين، الشاي والقهوة، وما تشربش كافيين بالليل، وما تمسكش الموبايل قبل ما تنام، وتمرن وخد مغنيسيوم قبل ما تنام. انا دكتورة داليا يوسف، اخصائي التغذية العلاجية والاكلينيكية. قولي هل بتقدر تتحكم في شهيتك؟ وايه اكتر وقت حسيت فيه بالجوع؟